السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا جماعة. طلبت كبسولة، ودي حاجة جديدة عاملاها نص دستة. نص دستة بتقدم شاورما، بتقدم حواوشي، بتقدم مأكولات حلوة كتير، بالسندوتشات. وكان عندهم منتج اسمه كبسولة، كان عامل زي الرغيف كده أو أصغر شوية، وفيه عجوة مليانة مكسرات. كان طعمها يعني كالإعلان بيقول لك إن هي جامدة بصراحة، فقلت أجربها. طلبت نص دستة، وطبعا كانت مفاجأة ليه انها جت في بوكس صغير شوية. بفتحها طبعا احنا كنا، بس انا قلت اعمل لكم بقى ايه، مفاجأة حلوة قوي. هي دي حضرتك، حجمها بالنسبة لكف الايد عشان برضو تبقى انت معانا في الصورة. طبعا هي بتبقى مشوية على الفحم وجميلة وكل حاجة، ولكن دي تعادل قرصة ب 15 جنيه. يعني يعتبر بالنسبة للطلبات بسيطة قوي، بس يعني دي ب 15 جنيه. هي مليانة عجوة بصراحة، وطبقتين كده هو من العيش اللي هو الشامي، بس اللي هو عامل القرصة، مش اللي انا فاكر بقى ولاد قال لي عيش شامي بقى. سوري، الراجل قال لي عيش شامي، يعني هيديني ايه بقى؟ قلت عامل زي سندوتش الفول الشامي اهو، زي الصورة مثلا. نص دستة فرحة من بعد جوع. احب اقول لحضرتك نص دستة يعني انا اتصدمت. جه معاه مناديل وجه معاه مش عارف ايه، بس واتساب يعني. قلت اشارككم التجربه دي بصراحه عشان نبين يعني الحجم قد ايه والحاجه قد ايه، عشان عايز اطلبها برضو يبقى عارف الدنيا ماشيه ازاي. ده كان الوضع بالنسبه لنص دستة، رغم ان شاورمتهم حلوه وحاجتهم حلوه وحواوشي حلو، ولكن دي مش قيمه مقابل سعر، رغم كميه العجوه اللي جوه. وهتقول لي بقى مكسرات وبندق فعلا، وحته كاجو صغيره قوي، وممكن لوزايه او بندق او كاجو، واحده واحده يعني 3 انصاص مثلا. لكن اقول لحضرتك مش قيمه مقابل سعر. تقبل مروري. ودي نص دستة الكبسولة، هي دي الكبسولة، عشان كده سموها كبسولة. مش افكر انا اقول بقى كبسولتي وبتاعتي. شكرا نص دستة. انا مش هجيب الكبسولة تاني بصراحة، انا هنجيب قرصة من الفرن، يعني مع احترامي لاي بني ادم، حتى لو العجوة هنا كتير، بس انا مش هدفع فيه 15 جنيه، لان كان في 26 جنيه توصيل حضرتك. انا اسف. نص دستة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كبسولة. تقبل مروري، لانه ما عجب ضروري.